كانت جاهزة، لم يتبقى إلا أن القاضي ينظر في القضية باعترافاتهم بالأدلة المادية. نعم. وين هم المساجين؟ يا إدارة أمن عدن موجودين في القاهرة الآن في مصر. عجيب. من فك لهم؟ من خرجهم؟ سألوا المسؤول عن إدارة أمن عدن في ذاك الوقت. واضح جدا، وهذا حديث يعني لابد أن يرفع يعني في ملفات كل هذه القضايا. لكن عودة إلى قضية ثابت جواس، أنتم تحدثتم أنكم تحدثت أنك رفعت من قبل إلى الأخ رئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي بخصوص معلومات عن استهداف محتمل للقائد جواس، يعني لو تحدثنا أيضا عن هذه النقطة. صحيح، كان هناك تقرير رفع في عيد الأضحى، مش هذا الماضي، اللي قبله، يعني مش اللي مضى، اللي قبله. نعم. في 2020 تقريبا أو 2021. وفق معلومات وصلتنا ورفعناها إلى كل أجهزة الدولة والقيادات العليا، بأنه لدينا معلومات، وصلتنا معلومات بأنه سيتم استهداف الأخ القائد الشهيد جواس من قبل ميليشيات الحوثي بسيارة مفخخة. وهذا الكلام موثق بتقرير موجود عند الإخوة في القيادة، وأتحدى أي حد ينكر منه. لكن كيف تعلق أنه بعد أن أبلغت عن هذه المعلومات يتم تصوير أناس يعترفون أنك أنت من خططت لهذه العملية؟ الحين هو الإخوة في الانتقالي للأسف يعني لابد أن يوجدوا لهم دائما شماعة. كان الشماعة في فترة من الفترات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الربه منصور هادي. نعم. ثم أصبح في فترة من الفترات الأخ أحمد عبيد بن دغن. ثم أصبح بعد فترة الأخ أحمد بن أحمد الميسري وزير الداخلية. أصبح بعد فترة كذلك الأخ جحد الحناش والعكب في شبوة. وفي عدن الآن. وبعد ما يروح أمجد خالد سيوجدون لهم شماعة أخرى يعلقون عليها كل فشلهم. أنا أريد أن أوجه رسالة لكل الإخوة العقلاء والشرفاء في المجلس الانتقالي حتى يفهموا طبيعتنا وما نشعر به وما نحن مقتنعين به. نحن ليست لدينا أي نوايا عدوانية تجاه الإخوة في الانتقال، وليس لدينا أي عداء أبدا، لا من قريب ولا من بعيد عند الإخوة، يعني مع الإخوة في الانتقال. ولدينا علاقات أكثر من طيبة مع كثير من الإخوة القيادات في الانتقال، وكذلك كانت تجمعنا علاقة أكثر من رائعة مع الأخ عيدروس أيام ما كان محافظ، والأخ شلال أيام ما كان مدير أمن، وهم يعلمون هذا الكلام تماما. الخلاف السياسي الذي صار نتمنى ألا يتوجه إلى طريق آخر غير سوي يمزق النسيج الاجتماعي. نحن بكلامنا بأننا ممتثلون للإخوة في القيادة العليا، يعني لأي شيء يحكم القانون والدستور في القضية المطروحة. هذا الكلام المفروض أنه يحسم أي جدل سياسي وإعلامي، باعتبار أننا مسؤولين في الدولة. يعني يجب علينا أن نحترم عقول الناس وأن لا نعمق. الناس مش ناقصة خلافات، الناس مش ناقصة سجون، مش ناقصة بهدلة. الناس تريد الأمان، تريد الأمان وتريد الحقيقة سيد أمجد خالد. وأنت يعني أشكرك على شجاعتك وظهورك في هذا اللقاء لتفنيد جملة من الاتهامات التي توجه ضدك. ولذلك اسمح لي أن أعود لتفنيد بعض المعلومات التي وردت في فيديو الاعترافات بخصوص مقتل جواس رحمه الله. هناك شخص ظهر قال أن يعني غير أحمد ماهر، قال أنه أنت ومحمد الميسري من كنتم تخططون أيضا لهذه العملية. هل يمكن أن تذكر لنا علاقة محمد الميسري بلواء النقل؟ محمد الميسري أحد ضباط إدارة أمن عدن، لا ينتمي لا للواء النقل وليس أحد أفراد ولا ضباط لواء النقل. هو ضابط عند الأخ مدير أمن عدن. يعني هل هذا معناه أنه الأخ مدير أمن عدن أصدر تعليمات لمحمد الميسري بتنفيذ عمليات إجرامية؟ يعني تقصد أنه لا توجد أي علاقة لك لمحمد الميسري بلواء النقل وأنه كان يتبع أوامرك؟ أبدا، لا من قريب ولا من بعيد أصلا.
طيب هذا بخصوص الميسري، ماذا عن الصحفي أحمد ماهر؟ هذا الرجل يعرفه اليمنيون دائما في مواقع التواصل الاجتماعي، يعرفوه في الصحف، يعرفوه أيضا كناشط في وسائل الإعلام. في الفيديو الذي أظهره يعني صالح السيد ومصلح الذرحاني كان يظهر وكأنه يعني يعمل مع أمجد خالد. هل يمكن أيضا أن توضح لنا ارتباط الرجل بك؟ أخي العزيز، بالنسبة للأخ أحمد ماهر، هو عبارة عن واحد من ضباط وأفراد لواء النقل البالغ عددهم 3500 فرد وضابط من كافة أبناء عدن. نعم. قيام الأخ مصلح الذرحاني أو صالح السيد باستهداف أمجد، هذا ما يعطيهم الحق بالتجاوز والاعتداء على حقوق الناس البقية. أنكم تقوموا بتجريم أمجد في جمهورية مصلح الذرحاني أو جمهورية صالح السيد، هذا مش معناه أنه البشر كلها ستنساق لهذه الجمهورية. نعم. نحن لدينا بلد كبير يخضع لمؤسسات الدولة. نعم. وممتثل بأوامر القيادة العليا. إنسان راكب راسه مثل صالح السيد ومتمرد حتى على قرار الأخ وزير الداخلية. نعم. الذي أقاله في أحداث 2019. كيف تطالب مني أنت وأنت متمرد على الأخ وزير الداخلية بأني أجي أمتثل له؟ وكيف تطلب مني أصلا إيش من حق قانوني أنت إذا سلمنا أنك مدير أمن إنك تطالب بالقبض على قائد لواء معين من قائد رئيس الجمهورية؟ ما يوجد لا في القانون ولا في الدستور هذا الكلام. لكن للأسف هذه نتيجة أنهم جابوا لنا شوية، يعني للأسف ما نسي شو نقول، ومسكوهم مناصب أمنية. قبل مادة واحدة في الدستور ولا في القانون تسمح لك يا صالح السيد ولا يا مصلح الذرحاني في مهاجمة قائد لواء معين من رئيس الجمهورية، وأنا الآن أجي أسلم نفسي العنبر. واضح جدا. هل هناك خلاف شخصي بينك وبين صالح السيد ومصلح الذرحاني أو ماذا يعني؟ والله أخي العزيز، أنا لا أعلم حقيقة ما هي الدوافع والنوايا لدى هذين الشخصين. خاصة أنه صالح السيد يعني من لحج، يعني يأتي من لحج ليهاجم منزلك في دار سعد، يعني لماذا؟ قد ما أكمل لك أنا، يعني ماش عارف أنا إيش يعني سوينا فيهم هذول الشخصين عشان يكونوا لنا كل هذه الكمية من العداء. للأسف هم يخدمون باتجاه عكسي. كل المعتقلين الذين قاموا باعتقالهم وتعذيبهم هم عرفوا حقيقتهم تماما ويتواصلون بنا بشكل مستمر. نحن نقول للإخوة في الانتقال العقلاء والشرفاء منهم، وبما فيهم الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسية الأخ عيدروس الزبيدي. أنت أصبحت أخي عيدروس عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. خلافنا في الفترة السابقة كان بسبب أننا ننفذ تعليمات الأخ رئيس الجمهورية عبد الربه منصور هادي. أنت أصبحت الآن بالنسبة لنا جزء من هذه القيادة الذي نحن ممتثلين لهذه الأوامر. نتمنى من الأخ عيدروس ونتمنى من الإخوة في قيادة الانتقال بأن يضعوا حد لهذه التجاوزات، أو أن تكون هناك صيغة لتشكيل لجنة محايدة للنظر في كل هذه الانتهاكات، سواء الذي يدعون فيها هم أننا قمنا فيها أو الانتهاكات التي قاموا فيها هم ضدنا. هذه دعوتي للأخ قائد عيدروس، ونحن قد حاولنا إيصال الرسائل له عبر أكثر من شخص وعبر أكثر من جهة. نعم. طبعا هناك هيئة للمصالحة والتشاور أسست من أجل حل المشكلات داخل معسكر الشرعية، وهناك أيضا لجنة لإعادة دمج القوات. هل تواصل معك أحد من هاتين الهيئتين من أجل حل المشكلات العالقة؟ بالنسبة للأخوة في اللجان العسكرية والأمنية هم على تواصل يعني مستمر بنا. نعم. الأخوة في اللجنة العسكرية مشكورين، أتوجه لهم بالشكر والعرفان والتقدير والامتنان، يعني ممثلة بالأخ وزير الدفاع الأخ لواء محسن الداعري، الفريق محسن الداعري، الفريق الركن محسن الداعري، وكذلك كافة أعضاء اللجنة. نعم. هم على تواصل بشكل مستمر بنا يعني. نعم. لكن بالنسبة للأخوة في أعضاء هيئة التشاور والتصالح بقيادة الأخ أو برئاسة الأخ محمد الغيثي ما حد منهم تواصل معنا. وأنا عندما أتكلم أخي صلاح نعم. عن موضوع الانتهاكات اللي تمت، ما أتكلمش عن شخص أمجد خالد. نعم. أنا أتكلم عن قطاع عريض من أبناء عدن الذين تم انتهاك حرماتهم من 2019 إلى الآن.
هذا إذا ما تكلمناش عن الانتهاكات اللي تمت من قبل 2019. يعني هذا الأمر يحتاج إلى عدالة انتقالية ويحتاج إلى إيقاف المنتهكين وما إلى ذلك. نحن أخي صلاح لدينا أكثر من 70 أسرة نازحة موزعة ما بين طور الباحة والتربة وتعز، خلاف مئات الشباب العزاب يعني الهاربين من بطش وتنكيل مصلح الذرحاني وصالح السيد. يعني حين نتكلم عن 70 أسرة نازحة من أبناء عدن، يعني هذا أمر يحتاج فعلا إلى وقفة من قيادات عليا في الدولة. أخي صلاح لدينا كشف بهذه الأسر، خلاف كشف الأفراد يعني تقدر تقول اللي ما عندهم أسر نازحين عندنا وهاربين عندنا خايفين من بطش الانتقالي. إيجاراتهم، بيوتهم، أسرهم، مدارسهم كلها يعني نديرها نحن تقدر تقول بإمكانياتنا الذاتية. هذا الكلام هو يمزق النسيج الاجتماعي. ندعو إلى مراجعة حقيقية تماما للأخوة في هيئة التشاور وللأخوة في القيادة. نعم. طبعا عدن هي ليست فقط قرية، يعني هي العاصمة المؤقتة للبلاد، هناك محافظ، هناك مدير أمن، وأنتم أصدرتم بعض البيانات كنتم قد لمتم مدير الأمن وكذلك المحافظ على عدم الاعتراض على الاتهامات والتلفيقات التي توجه ضدكم تحديدا وضد بقية أفراد اللواء من أبناء عدن. يعني ما هي رسالتك أيضا إليهم، وهل حاولوا التواصل معك أيضا وحل هذه المشكلات؟ أخي صلاح أنا كان لدي لقاء مع الأخ مطهر الشعيبي في معاشر في الفترة اللي كان فيها اختطاف الأخنزة. للأسف الأخ مطهر ضعيف جدا، لا يستطيع فعل شيء أمام صالح السيد، وهو مدير أمن عدن يعني. نعم لا يستطيع